لا بالكفايه. عندي انا 3 جامعات اللي كانت لنا في الغرفه الفلاحيه في التلوين في العام الفايت والعام الاخر اللي قدامه جات عندنا من 2021 في الاخر ديال 2020 حتى 2000 تتعيشوا، اما هما حتى باش انهم يتوصلوا يعيشوا من هذا الكسيبه او من المصلحه فاصبح الامر صعب جدا. يتكلم على بزاف ديال الامور اللي تتعاني منها السكان ديال المنطقه ديال تيفيرنيت حمزه وغيتو قبلي وتالفت هما 3 الجماعات اللي تيمثل، واللي هي المعاناه اللي تتعرضها جميع المناطق الجبليه تقريبا في المنطقه الزازيه. يلتمس انه يكون تدخل ديال المسؤولين لرفع هذه المعاناه والمساعده ديال هاد الناس، وتعطي كذلك باش حتى لا اخونه فيما قال انهم دخلوا بعض الصفحات على الفيسبوك لتشاهدوا بأم اعينكم ماذا يجري في تلك المناطق النائيه. صحيح نعاونوا حتى شويه، فعلا المناطق ديال الجبال المغرب كله ماشي حتى الجبال كينقوها في السهول في المناطق السهول طبعا في الاقليم المغربي لا في اقل من الكل فيها تقريبا هذه المعاناه هي بحال هذه المنطقه. نطلب الله سبحانه وتعالى ان الامور فلاحه مرتبطه بالشتاء في المغرب وباقا مرتبطه رغم المجهودات اللي تدار على المستويات كلها على مستوى الحكومه ووزاره الفلاحه ان هذه البلاد وإلا كتب الله سبحانه وتعالى وبغى تستمر هذه الوضعيه لا قدر الله لا بد اننا خصنا بدائل اخرى، خصنا حلول اخرى، يعني هذه بلادنا تقدر ما تكونش معتمده على الفلاحه اصلا كمحور ديال التنميه، ونتمنوا سبحان الله ان شاء الله الرحمن الرحيم ان الاقتصاد ديالنا يتنوع في امور اخرى اللي يعاون ان الاثار ديال الجفاف حتى واحد المكره. حنا ما تنحسدوش الناس ديال السهول ابدا، الا كانوا يديروا ضياعات الله يزيدهم لانهم هما تينتجوا البلاد توفروا السوق الداخلي وتوفروا تيصدروا باش الفلاحه ديالنا حتى هي تدخل عمله صعبه. حنا مثلا المغرب واحد قياده صاحب جلاله الله ينصرو كيجبال كينوض تنتمنوا من المسؤولين انهم نزولا عند ربة التبصير انهم يكونوا في التعامل لا مع الجبال لا مع الوطن تكون تعامل بشكل موحد. وشكرا للجميع. كنفكروا في مشاريع استراتيجيه، انت كتجي كتمثل شخص كتمثل المنطقه كامله كتمثل جهه كامله كتمثل خليفه عضو الغرفه ماشي عضو ديال هذيك المنطقه معاك عضو ديال البلاد ولا كتمثل كلشي عندك مشكل خليفه راه تدافعي كتمثل كلشي كتمثل ولادنا اجي لهذه البلاد راه ما يمكنش المغرب حنا كنهضروا حنا راه الدوله اللي الجوار ديالنا ما معاوناش راه ما يمكنش يخصنا السكر في المغرب اليوم السكر على الصعيد الدولي ما بقاش اذا خصنا نشدوا في السكر ولكن غادي ندافعوا على الثمن والسكر غادي نجيبوا لنا اليوم تيقول لك واحد 150 كيلو جايه فيه 700 غتطلع في النهار دونك مول ليمون غيستافد مول سيكو غيستافد مول المناوره غيستافد انا غيستافد داك المال غادي ينزل راه الا ما كنسقي ما غيبقاش هادشي كامل. فكروا معايا مزيان نصبروا كما صبرنا غادي نصبروا الماء هو جاي هو وعود رسميه غادي نوصلوا للمال اللي كنا فيه لان كاع ديك الصبر اللي صبرنا حنا كجهات في المملكه الخليفه راه غادي نرجع لنا دابا ولكن كنهضروا نقاش اخر. الا لاحظتوا الاجتماعات الرسميه في القطاع الفلاحي شكون تترأسهم؟ ما كيترأسوش وزير الفلاحه تترأسهم رئيس الحكومه اخر جبل رشد حتى في رئيس الحكومه توصيه ديال السيد ان القطاع الفلاحي تعطاتو الاولويه ما بقاش يهضر على المأساة الشرط كنهضر على المأساة الشرط وعلى الاخوان. انا غنشد الكلمه انا كرئيس معكم ممكن ما تنقول لكم هذه الغرفه شنو دارت في هذه المده الزمنيه اللي دازت بين الدورتين كيفاش توجهوا التوجهات الوطنيه كيفاش ساهمنا فيها كيفاش مساهم في قصرنا وفي نزلنا. غير خصنا نعرفوا جماعه الكل بان المغرب حاليا تعرف واحد الازمه اللي انتم عارفينها كاملين ازمه هي خطيره بزاف كتهم هذه التساقطات المطريه واللي ربما حنا طالعين في السنه السادسه في معدلات اللي هي اقل التساقطات المطريه لا اقل من المعدل هذا بطبيعه الحال ادى الى نتائج اللي حنا كنعرفوها دابا النقوص السدود الى غير ذلك. وكاين بعض الناس اللي كيتحدثوا بزاف على القطاع الفلاحي سي سعيد سي نواري الله يخليك. وكاين عدد كبير ديال الناس كيتحدثوا على السياسه الفلاحيه